الواحد وقت الخسارة بيبقى متردد اللي هو ينزل فيديو ولا لا، يتكلم عن اللعيبة ويقطع فيها ولا هيندم بعد كده. عشان كده صبرت لحد تقريبا قبل الماتش ضد المصري بساعة أو ساعتين، عشان يبقى الواحد قراراته لحد ما مبنية على المنطق، وفي نفس الوقت نتكلم على ماتش الأهلي والمصري. فيلا بينا نبدأ. هنبدأ المشوار من بدايته. فريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر قبل ما ينتقلوا للطائف لملاقاة اتحاد العاصمة في نهائي كأس السوبر الأفريقي، فهو أدى تعليمات للمدرب مطور الأداء أو المدرب المساعد كارلوس إن هو يفضل مع اللعيبة اللي مش متواجدة مع القائمة، اللي هم على سبيل المثال أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد زعلوك ومعتز محمد وغيرهم. كل جماهير الأهلي بلا استثناء بيدور على اللقب السادس مع مارسيل كولر، وأي حد تسأله يقول لك أنا بنسبة 90% المكسب للأهلي. فبدأ كولر اللقاء بالتشكيلة المعتادة ليه 4-3-3 لنهى بقى الموسم الأخير، لكن مع اختلاف عناصر إلى حد ما، بس لو بصيت فيها هتلاقيها منطقية شوية. يعني هو بدأ برضا سليم مكان بيرسي تاو، لأن بيرسي تاو قبلها بيوم جاي من جنوب أفريقيا للمعسكر اللي هو كان في سبتمبر، فهو حاول يبعد إلى حد ما عن نقطة الإجهاد. ورضا سليم من وجهة نظري ما خذلوش في النقطة دي، باستثناء طبعا الهجمة اللي خدها من كهربا وبعد كده شاطها كان انفراد تام، كان ممكن يسجل من الهدف ونرتاح بعدها. وكان ممكن برضه قبلها لو هو ما كملش الكرة تلمع الكرة شوية والكهربا كان ممكن ياخدها ضربة جزاء. اما بالنسبة لامام عاشور فامام عاشور لسه ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي. انا من وجهة نظري تقريبا اداء مش وحش، بس في نفس الوقت مش اعلى اداء اللي احنا متوقعينه من امام عاشور، وده ما كانش غريب بالنسبة لاول ماتش. اللاعب برضه عليه ضغوطات كبيرة من جماهير الخصم، فتلاقي معظم باصاته بالذات لمعلول طويلة ما بيبصهاش تحت رجله، بل هو بيلعبها لقدام من خلال معلول اللي هو ينطلق. فلسه حته الانسجام بالذات ناحيه الشمال دي مش متواجده، وزي ما انا اتكلمت على الموسم اللي فات قلت مارسيل كولر بيعمل جبهات قويه. يعني قدر يعمل انسجام ما بين محمد هاني واليو ديانج وبيرسي تاو ناحيه اليمين، والناحيه الشمال قدر يعمل ده ما بين علي معلول وحمدي فتحي وحسين الشحات. فقلت هو في مهمه دلوقتي ان هو يحاول يشوف لاعب ثالث بعد انتهاء حمدي فتحي الوكره القطري، فجرب فيها كذا لاعب في النقطه دي. شفنا قفشه، شفنا القندوسي، وشفنا في اوقات كهربا كان بينزل في الوقت اللي كان بيلعب فيه محمد شريف مهاجم صريح. فطبعا مع انتقال القندوسي لسيراميكا كليوباترا، وفي نفس الوقت قفشه الى حد ما برده مش لاعب رقم 8 بل هو لاعب رقم 10 كلاسيكي، رغم ان كولر طوره شويه الناحيه الدفاعيه لكن يظل مركز الى حد ما غريب عليه. فخلاص منطقيا مفيش الا امام عاشور اللي يلعب في الناحيه دي، وامام عاشور لما ينسجم اكتر مع علي معلول ومع حسين الشحات، او لو هيلعب في الجنب ده النهارده مثلا احمد عبد القادر، فالتوليفه هتحصل ومع الوقت ان شاء الله. ومحمد عبد المنعم في الوقت الحالي للنادي الاهلي وهو قلب الاسد والقلب النابض النادي الاهلي، اللهم لا حسد، يعني لاعب لا يغبر عليه، افضل مدافع داخل القاره بلا منازع. لكن ارجع لنقطه، النادي الاهلي من الموسم اللي فات كان بيفتقد سلاح مهم جدا وضربات الراس عشان يترجم كل العرضيات لاهداف، وده برضه احنا افتقدناه في ماتش اتحاد العاصمه. فاتوقع واحنا هنحس بقى في ماتش ان شاء الله المصري بوجود موديست، النادي الاهلي هيكون فريق اوروبي. طبعا انت مستني دلوقتي اتكلم عن خالد بيبو وسيد عبد الحفيظ. نتكلم في النقطه دي من خلال جنبين. الجانب الاول يخص سيد عبد الحفيظ اللي من افضل مديرين الكوره اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، يتحط من اساطير النادي الاهلي في اداره الكوره زي الكابتن ثابت البطل الله يرحمه، وكل مدير كوره بيبقى ليه طريقه وبيبقى ليه شخصيه. وسيد عبد الحفيظ دخل قلوب جماهير النادي الاهلي لانه تحس كده بيتعامل بعفويه زيه زي الجمهور، وبيدي ضغط على الحكام برضه، حتى لو الحكم ناوي يظلم النادي الاهلي فهو بيلمع كده الظلم، بيخلي الحكم يفكر مره ومرتين قبل ما هو يحتسب حاجه ضد الاهلي. عدل مش ظلم، تمام. اما الجانب الثاني اللي هتكلم عليه عن الكابتن خالد بيبو، هو طبعا احنا بنبص تقريبا معظم مديرين الكوره في العالم مفيش مدير كوره بنشوفه في دكه البدلاء، فما تحكمش على خالد بيبو بالنسبه لتارجت معين انت شفته في سيد عبد الحفيظ. نصبر شويه على كابتن خالد بيبو برده من ابناء النادي الاهلي، وان شاء الله مع الوقت هيبين جانب ايجابي احنا مستنيينه منه. اما بالنسبه لماتش الاهلي والمصري فانا متوقع المصري طبعا بقياده علي ماهر اللي بيقلب جوارديولا ضد النادي الاهلي هيكون ماتش صعب جدا، خصوصا الصفقات اللي جابها النادي المصري ووجود لعيبه قديمه زي حسين السيد والياس ومروان حمدي اللي برضه متالق جدا مع المصري. ماتش بعد كابو ضد اتحاد العاصمه وضد فريق صعب، فهيكون رد اعتبار ان شاء الله النادي الاهلي، ومع وجود ان شاء الله موديست كاساسي. الاهلي طبعا مفتقد عناصر زي صلاح محسن اللي موقوف بسبب 3 انذارات في الموسم اللي فات مع سيراميكا، ودي لائحه مطبقها رابطه الانديه المصريه، ووقف برضه حسين الشحات بسبب السلوكيات اللي حصلت مع محمد الشيبي اللي مش عارف نهايتها هتكون امتى. وكهربا هيغيب تقريبا 6 ماتشات بسبب الماتش قدام الزمالك في الدور الاول، السلوك بيقول لك سلوكه غير اخلاقي مع جماهير نادي الزمالك. فرغم ان العناصر اللي قلتها قويه الا انك تلاحظ البدلاء او الاساسيين عليهم، لان انت ما انتش عارف دلوقتي مين اساسي ومين احتياطي في تشكيله او في سكواد النادي الاهلي، هتلاقيهم اقوياء جدا برضه، ما تحسش ان في غياب قوي. يعني انت عندك ناحيه الشمال مش هيلعب حسين الشحات، ممكن يلعب رضا سليم اليمه دي، وممكن يلعب احمد عبد القادر، وكهربا مش هيلعب، هتلاقي زعلوك وهتلاقي موديست الاجنبي اللي احنا كلنا في انتظار اول انطلاقه مع النادي الاهلي. النقطه الاهم بقى اللي انا عايز اتكلم عليها، العدد الاقصى كان للجماهير الموسم اللي فات كان 5000 متفرج، 2000 ونص الفريق و2000 ونص الفريق. فالموسم ده فيه زياده عدد الجماهير ل 10000 متفرج، اتمنى تكون بدايته ما بين ماتش الاهلي والمصري. ورابطه الانديه قدمت طلب بنص ساعه الجمهور في الاستاد، لكن الطلب لسه الجهات المعنيه في الدوله بتلقي النظر فيه. نتمنى الرد يكون بالايجاب ويكون لصالح الكره المصريه عموما. السلام.